ساليو، مرحبا. موضوعي اليوم هو سمو الأمير الوليد بن طلال، رجل الإنسانية الأول بالعالم العربي وبالدول العربية. سمو الأمير الوليد بن طلال، أنا من لبنان بمجال الإعلام، مش رح أقول صحفية لأنه هيدي كلمة كتير كبيرة عشان ما يجونا بقصص الأخبار. سمو الأمير الوليد بن طلال في صفحات على فيسبوك عم تتداول اسم سموك وعم بتروح تمشي على معاناة الناس وتشلح العالم مصاري باسمك، يعني قضايا نصب واحتيال. سمو الأمير الوليد بن طلال بيحطوا رقم على فيسبوك بيقولوا لهم اتصلوا بدنا نربحكم 100,000 درهم وقولوا لنا شو معاناتكم، بيطلبوا انه حدا يبعث لهم الهويات. ففاتت لعندي مرة مسكينة كتير أرملة عندها ولدين، جوزها ميت، خيها معاق، اختهم بتصرف عليهم، اختهم قاعدة بلا شغل نايمين بالشارع. بقوم انا بوصف لهم الحالة لهيدا الرقم رح اذكره هلا. بيقولوا انهم هن مكتب سمو الامير الوليد بن طلال، بشرح لهم حالة الناس، بيقولوا لي بعطي لنا هوياتهم، بنبعث لهم هوياتهم. تاني يوم بيبعتوا لنا ورقة وهي مكتوبة هون في بقلبها مساعدة من سمو الامير امير الانسانية الوليد بن طلال، مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي. بنرجع بنقول لهم شو صار بالموضوع، بيقولوا لنا بدكم تحولوا لنا من عندكم 999 ريال سعودي مشان نعطيكم المبلغ. سمو الامير الوليد بن طلال اذا بده يحول مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بدي لكم طرشوا لي 999 ريال. كيف امير عنده كل هالاموال عم بيساعد كل العالم، عم بيساعد الفقراء، عم تمشوا انتوا على معاناة الناس وعم تنصبوا على العالم؟ هيدول الناس الارمله اللي نايمين بالشارع، وصفت لهم نايمين بالشارع، ما عندهم فرشات، ما عندهم اغطيه، ما عندهم ولا شيء، نايمين بالطريق حاطين كرتونه ونايمين فيها بالشارع، اقسم بعزه جلاله الله. بعدين كل المساعدات اللي بعتتها السعوديه بعتتها الامارات ما في ولا كيس ملح وصل للناس، اخذوهم كلهم الزعماء عنا بلبنان. لمعلوماتكم يا دولة الامارات الحبيبة مشكورين على المساعدة، مشكورين المملكة العربية السعودية، مشكورة قطر الحبيبة، مشكورة العراق على الطحين اللي بعتته، شكرا يا قطر على كل شيء عملتوه. ما وصل ولا حبة ملح لك اي حدا مواطن، سرقوهم تبعون الاغاثة وسرقوهم الزعماء. فسمو الامير الوليد بن طلال نحن بنتمنى عليك تلاحق هيدا الرقم، لانه اذا كان السعودي ما بيقول مو صار يقول مو بلهجة مو، يعني لهجة مو معروفة لوين. هيدا الاسم الكامل، رقم الحساب، اسم البنك، وظيفتك، شو كم راتبك الشهري، آخر صورة، أقسم بالله أبغى صورة الهوية. بيقوموا بيبعتوا لنا من الرقم زائد 96650 بدي ارجع عيد الرقم، زائد 966506575 زائد 966506575 هيدا الرقم يلي اجى على اساس من مكتب الوليد بن طلال. بيبعتوا هيدي الورقة، شوفوا شو بيبعتوا، واضحة ايه؟ لا موقعة تحت في عليها الختم سمو الامير، توقيع الامير الوليد بن طلال. ليكوا شو بيكتبوا بالاخر هون، قال بدهم 999 ريال ليعطوكم المساعدة. كيف سمو الامير الوليد بن طلال عم بيمشوا على معاناة الناس؟ يعني هيدا اللي عنده عملية مستعجلة مجمع له شوية مصاري بده يحول لهم 990 ريال سعودي ليعطوا المساعدة المكافأة 100,000 ريال سعودي. هيدا الشخص موجود بالمملكة العربية السعودية، وهيدول النصابين المحتلين برسم المملكة العربية السعودية، برسم سمو الامير الوليد بن طلال، يوقف كل هون الحسابات على الفيسبوك، ويوقف هيدا الرقم شوف لمين بقلب المملكة اللي عم ينصب على العالم، عم ينصب على الناس، عم يمشي على معاناة الفقراء، عم تسرقوا الناس اللي عم بتقلكم بدنا فرش ننام عليه نحن نايمين بالشارع. بعتوا لي من الناس على رقمي وانا بعت لهم من رقمي لعندهم، بعت لهم صور الهويات من رقمي انا سمارة رفيق الحريري. فبتمنى سمو الامير الوليد بن طلال والمملكة العربية السعودية يعالجوا هذا الموضوع، عم بيصير قضايا نصب واحتيال على معاناة الناس الفقراء والناس المقهورة. شكرا لسموك سمو الامير الوليد بن طلال، شكرا، انا بعرف رح تستجيب.